فاكر وانت صغير كنت تحس إن اليوم طويل قوي، الصيف بيعدي كأنه سنة، والمدرسة مش بتمشي خالص. لكن دلوقتي الشهور بتجري والأسابيع بتتضخ كأنهم أيام، والأيام بتعدي كأنها ثواني. ليه؟ هو الزمن بيجري فعلا ولا دماغك هو اللي بيشتغل علينا؟ يعني لما تكون بتجرب حاجة لأول مرة، زي أول يوم مدرسة، أول مرة تركب عجلة، أو حتى أول مرة تقع منها الدماغ، بيسجل كل ده ويقول واو، ده وقت كبير حصل فيه كتير. لكن لما تكبر وتعيش نفس اليوم كأنه بيتكرر، دماغك يزهق ويضغط الزمن ويخليك تحس إن الأسبوع كله طار. يعني لما تقول ياه، الأسبوع خلص إمتى؟ ده لأنك ما عملتش فيه حاجات جديدة، دماغك ملقاش حاجة يسجلها. الحل اكسار الروتين، اعمل حاجة جديدة حتى لو صغيرة. جرب أكلة غريبة، كلبس نضارة مقلوبة، اتفرج على فيلم مش نوعك كل لحظة جديدة. بتخلي الوقت يمشي أبطأ وتحس بيه أكتر. وفي الآخر الزمن مش بيجري، انت بس محتاج تعيشه أكتر. لاف.